مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. برامج واسعة لرفع الإنتاج الزراعي في إقليم عزبة. إشادة بمساهمة السكان في التنمية في صنعفة. طهران ترفض مقترحا أوروبيا بعقد اجتماع غير رسمي بحضور واشنطن. سوريا تعلن عن قصف إسرائيلي لمحيط دمشق. وقاذفات صينية تشارك في تدريبات هجومية ببحر الصين. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم الأول من مارس في مراكز العزل في أقاليم القاشبركة وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والأوسط أظهرت إصابة 19 مواطنا بفيروس كورونا. وكانت الإصابات 11 في القاشبركة، منها 6 في أديبرة و4 في علي قدر، وإصابة واحدة في أم حجر، و4 في مركز العزل بمنطقة كيلوما بجنوب البحر الأحمر، و3 في أسمرة بالإقليم الأوسط، وإصابة واحدة في مركز العزل بعد قيح في الإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 8 مرضى بكورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2866 حالة، شفي منها 2261 حالة، ووفاة 7 مرضى، فيما لا يزال 598 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة الأول من مارس 2021. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة تنفيذ برامج موسعة تشتمل على تنظيم وتدريب المزارعين وتوفير المتطلبات الزراعية من بذور وأدوات ودعم فني لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد يوناس أبراهام إن الجهود المبذولة أثمرت عن زيادة المساحات المزروعة من 16 ألف هكتار عام 1992 إلى أكثر من 60 ألف هكتار حاليا، بارتفاع بلغت نسبته 475%، وكذلك ارتفاع الإنتاج الزراعي من 11 ألف كنتال إلى أكثر من 2260 ألف كنتال. وذكر ارتفاع المساحات المزروعة بالفواكه من 323 هكتار إلى 700 هكتار، وكذلك مساحة الخضروات من 973 إلى 1538 هكتار، مشيرا ارتفاع إنتاج الذرة خلال هذه السنوات بنسبة بلغت 2325%، والخضروات بنسبة 217%، والفواكه بنسبة 214%. وأوضح توزيع بذور الذرة والخضروات والفواكه لتشجيع المزارعين، خاصة بذور الدخن والذرة والقمح والشعير المنتجة في مشتى الحلحلة الوطني، والبدء في مبادرات لزراعة البقوليات. وأكد السيطرة على الآفات الزراعية مثل دودة الحشد المترحلة والجراد الصحراوي دون إحداثها لأضرار، بتضافر جهود الشعب والجهات الحكومية وقوات الدفاع. وأوضح السيد يوناس بأن انخفاض خصوبة التربة ونقص مواد رفع الإنتاج وتدني وعي المزارعين في استخدام المبيدات وتذبذب الأسواق من التحديات التي تواجه النشاط الزراعي، مشيرا إلى أن البرامج المستقبلية تشمل التعبئة لمتابعة المزارعين لمزارعهم، واستخدام السماد الطبيعي والبذور المحسنة، والتنويع الزراعي، والمكافحة المنسقة للآفات والأمراض الزراعية. أشاد الاجتماع التقييمي لبرامج التنمية في صنعفة بالمشاركة الشعبية لتسيير الأنشطة التنموية في المديرية. وأوضح التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي في المديرية السيد هبت كداني في الاجتماع المنعقد في 25 من فبراير المنصرم بمشاركة إدارات الضواحي ومسؤولي مكاتب الوزارات المشاركة الشعبية الفاعلة لصيانة الطرق وحماية التربة وحفظ المياه، مشيرا إلى غرس أكثر من 200 ألف شتلة وتوزيع حوالي 45 ألف من الفراخ للمزارعين والسيطرة على الجراد بتنسيق الشعب والجيش في وقت قصير.
وذكر حفر بئرين لحل مشكلة مياه مدينة صنعاء فيه وتسيير أعمال جيدة لتركيب أعمدة الكهرباء وأنابيب المياه والبدء في بناء 6 جسور على القناة التي تمر وسط المدينة لمرور السيارات والمشاة. من جانبه أوضح مدير مديرية صنعاء فيها السيد إدريس علي شكر إن هذه السنة ستشهد أنشطة زراعية تتمثل في استخدام البذور المحسنة وتربية المواشي والنحل والدجاج، وأشار إلى منح الأولوية لتوزيع الفراخ والمناحل وبناء غرف لانتظار الحوامل والأمهات في جولو وصيانة سد ناعله. وأوصى الاجتماع لحل مشكلة المياه في القرى التي تعاني من المشكلة وإرساء المؤسسات الصحية تماشيا مع الازدياد السكاني وتقديم معدات رش إضافية للتصدي لأسراب الجراد وإزالة الطمي من السدود وغيرها. نظمت دورة تدريبية في مدينة كرن لأعضاء الاتحادات والجهات التنفيذية في مكتب الثقافة والرياضة للارتقاء بالإدارة الرياضية، وتضمنت الدورة التي استمرت ل5 أيام وشارك فيها 67 عضوا القيادة وإدارة الموارد والتطوع والتخطيط وحل الخلافات والمصاعب وإدارة الميزانية. وقال مسؤول الثقافة والرياضة في مديرية كرن السيد هيلا أبرهة إن الدورة التدريبية مساعدة في حل المصاعب وتطوير الأنشطة الرياضية. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على أهميتها منادين لتوسعتها مستقبلا. وشددت مديرة مدينة كرم بالإنابة السيدة للتنقوس أبرهة على أهمية التدريب في الجهود الجارية لتطوير الرياضة داعية لتطبيقها على أرض الواقع. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية دقة بتأهيل 10 أسر محتاجة بالماشية في مناطق أفينبول وهواشايت وكيرو وغرجناي ولوكوتش وتكراريت بمبلغ 10,000 نقفة لكل أسرة. وقال مسؤول المكتب السيد إدريس محمد صالح إن 5 من الأسر المدعومة ترعى الأطفال المعاقين و3 أسر ترعاها المرأة و2 من المسنين الذين ليس لهم راع. وذكر بأن الأسر تم تأهيلها بنوع المواشي التي اختارتها، مؤكدا بأن البرنامج المماثل المنفذ في عام 2019 حقق نتائج مرضية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. في خطوة تزيد أو قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015، رفضت إيران اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة، معتبرة أن الوقت غير مناسب له في ظل عدم قيام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأي خطوة لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وكررت الجمهورية الإسلامية موقفها المطالب بأولوية رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها، معتبرة أن خطوة كهذه لا تحتاج لمفاوضات أو تفاهمات جديدة. وكان الاتفاق قد أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. ويسبق الموقف الإيراني انطلاق اجتماعات لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتأتي الاجتماعات بعد نحو أسبوع من بدء طهران تخليص عمل مفتشي الوكالة الدولية. ذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل نفذت هجوما جويا على بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق، وهو الهجوم السادس من نوعه هذا العام. وأضافت الوكالة أن الهجوم الإسرائيلي جرى من جهة الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ أثناء تصديها للهجوم. من جانبها قالت وسائل إعلام سورية إن الهجوم استهدف جنوب العاصمة دمشق. وفي منتصف الشهر الجاري هزت انفجارات عنيفة محيط العاصمة دمشق جراء قصف جوي إسرائيلي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي وفق وسائل إعلام سورية. وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة من سوريا.
قالت وسائل إعلام أمريكية إن 10 قاذفات صينية على الأقل قد شاركت في تدريبات هجومية بحرية بمنطقة بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، وذلك كرد فوري على حدوث تصعيد من جانب قوات عسكرية أمريكية تواجدت في هذا المجرى المائي المتنازع عليه. وقال خبراء عسكريون صينيون إن قاذفات متقدمة من طراز H-6G بسلاح البحرية الصينية شاركت في هذه التدريبات التي تهدف إلى إظهار قدرة الصين على مواجهة الأنشطة الأمريكية في المنطقة، وذلك على مدار شهر فبراير الجاري، حيث عبرت مدمرة أمريكية مضيق تايوان، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة. وذكر التلفزيون الصيني المركزي أن التدريبات تضمنت إجراء تدريبات هجومية طويلة المدى وساعدت على زيادة التنسيق بين الطيارين الجدد والمخضرمين، وأجرى تدريبات على تكتيكات المواجهة الجوية لزيادة القدرات القتالية الحقيقية. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة بناء تحالفاتها لمحاولة مواجهة الصين. عرضت لقطات لعودة نشاط جبل إتنا البركاني في جزيرة صقلية الإيطالية، وأظهرت سيلا من الحمم البركانية الهائلة التي قذفها البركان. وبعد الانفجارات المتتالية تدفقت الحمم على جانبي البركان نحو الجنوب الغربي، وانتشرت سحب من الدخان والرماد في جبل إتنا الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم والمحاط بالتجمعات السكانية، فيما ذكرت السلطات الإيطالية أن نشاطه لا يشكل أي خطر على القرى المحيطة بالمكان في الوقت الحالي. وأوضح التقرير إلى أنه بعد منتصف الليل خفت ثوران البركان وتضاءلت كميات الحمم المقذوفة فجأة، وهذه هي خامس مرة يثور فيها البركان خلال 10 أيام. انتهى سادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.